بدي لكم مقتطفات عن مشروع الحوثيين وإيران وما شابه ذلك. شوفوا الوضع لا وين. هذا مكاوي، جباري مكاوي النائب حق السيستاني، قال بيجيب لمرته 2 فحول، هذا دينهم. أما الحوثي وبدي لكم مقاطع عدة. شوفوا الحوثي يستدرج هؤلاء الأطفال، أطفال اليمن، احنا نزعل عليهم أطفال اليمن. ها شوفوا مع زعمنوا، هذا يقول لهم الجبهة، هؤلاء بيمحنوهم، والله إنه بيمحنوهم في الجبهات، مشروعهم دياثه الشد وعد. هذا في الضاحية الجنوبية. شوفوا هذا قال يفعل أفلام إباحية في الضاحية الجنوبية، هذا مشروعهم. هذا يا جماعة هذا يتزوج بابنه في كربلاء، وهذا بنت المقتدى السطر. اسمعوا ما بتقول، تدروا بس. التطبيل ورا زين، وخلي اهم شيء الحسد. يا عيال حرام، هذا اكبر ممثلة اباحية من الشيعة ال 12، اخت عبد الملك الحوثي نفسها. قالت عادي تتمخنث امام زوجها. وهذا عم عبد الملك، هذا عم عبد الملك، المتآمرين هذول يرتكبون الزنا داخل صنعاء. هذا عم عبد الملك. يمسي زاني في امه، وعليه ان اثبت الكلام هذا. زنا مرت ولدها بنت عبد الحافظ السقاف، رجل دولة ورجل دين، ومنكم من بني هاشم، رجل محترم. زنا بزوجتي، زنا بزوجته. عبد الملك الحوثي ممحون، فتال، ديوث، مشروعهم. هذا الرزامي، وهذا الشمة اللي بتجي لهم من داخل ايران، شمة مع الحشيش والمداويخ والمستلزمات من داخل ايران. ايش قصكم ايران؟ ايش عدي لكم؟ هذا الرزامي قال انه شم دبرة لعبد الملك، وشم دبرة الامام وحسين وما شابه ذلك. هذا بس، هذا بس في العراق متحولين جنسيا، وكل واحد يقول لي تعال، يعني يقول لك تعال. عائلة ممحونة، مشروعهم دياثة، والله ما عندهم انتماء. وهذا اسمعوا ما بيقول، هذا قال انه متاب من سوريا ناس على لبنان ودياثة، يأجر بالبناته وخواته. وهذا في الضاحية الجنوبية. هؤلاء أعداء الدين وأعداء الأمة، قوموا من سباتكم يا مني. والله العظيم إن الحوثي لا يدخل المخناث والشدود لا كل بيت. وازدها، وهذا المصحف الشريف، إن الحوثي مشروعه دياثه ومخناثه. قد نسأل كل شيء، ليش عاد البعض يخفي؟ هذا مشروعهم، قوموا. والله ما أدي لك راتبك ولا أدي لك حاجة. عندهم في الاثنى عشرية عندهم مادة تقول لك انهب أموال السني، بس عادوا هم يستخدمون التقوية. الحوثي ديوث، والله انه بلا شرف، واللي يتبع بلا شرف. وانت يا ابن الرعوي قوم من سباتك. هم ماخذين هذاك المثل، الحجر من القع والدم من راس القبيلي. ثوري يا رجال.